صباح الخير. صباح النور. الصراحة حضرتك طيب. وانت طيبة. حضرتك أنا بعت لك قبل كده طلب، كنت عاوز أتكلم معاك عن تجربتي. حضرتك أنا متجوزة بقالي 3 سنين. بقالك 3 سنوات متجوزة، انت عندك كام سنة؟ أنا عندي 23. 23 سنة. اه بسم الله ما شاء بقالي- الله. عندك 23 متجوزة كويس. وما ربنا لسه ما كرمنيش بأولاد. ما خلفتيش. لا لسه. كويس. رحنا كشفنا التحليل بتاع جوزي وطلع وحش. كويس. يعني عدد الحيوانات المنوية كان 6 مليون. كان 6 مليون. اه. وبعدين أخد أدوية وعلاج وحاجة ما جابتش معاه نتيجة. كويس. فالمهم هو بيسافر بره. عاد صوتك بس. عشان خاطر انا فاتح انستجرام كمان، فعايز الناس هنا تسمع. دلوقتي عشان خاطر انا هحكي الكلام اللي بتقوليه. نور معانا يا جماعه، صديقتنا على الفيسبوك. 23 سنه ومتزوجه بقى لها 3 سنين وما حصلش حمل، وتحليل الزوج كان فيه مشاكل في الحيوانات المنويه، صح؟ ايوه. العدد مش كده؟ في العدد بس. العدد كان قليل 6 مليون، دلوقتي ايوه. كان فيه تسريبات. ها ايه اللي حصل بعد كده؟ وسافر بره ورجع، العدد رفع شويه. وبعدين كويس. لما رجع هنا وبقى بياكل الاكل اللي هو العادي، وكان ماشي منتظم بقى على البيض والزبادي واللبن والحاجات دي بيض كلها. بيض بيض وزبادي، تمام. ده يوميا بقى باستمرار عشان ماما بيرفع. بيتغذى اه. أيوة. ايوه. العدد بعد ما كان رفع نزل تاني. كويس. وبعدين وبعدين كان عايز يروح لدكتور كبير وكده بتاع ذكورة. قلت له طب اسمع كلامي شهر واحد بس. شهر اه واحد بس، اسمع كلامي، هتمشي معايا على نظام الطيبات اه واسمع اللي انا هقول لك عليه. شهر واحد بس. اللي هو النظام بتاعنا، يعني عايز اقول. ايوه. كويس. وبعدين مشي على النظام شهر. حلو. وراح وبعدين وراح حلل، اتلاقى العدد رفع ب 44. 44 مليون ايوه. في شهر. وبعدها بعدها شهر. بشهر. ايوه. بعدها اه بشهر حلل كمان مرة عشان نشوف ايه. تعلي صوتك في الحته دي بقى. بقول لك بعدها بشهر كمان. اه. قلت له ايه، روح حلل كمان ونشوف العدد وصل لغايه فين. وصل لكام؟ وصل بقى 88. قلت يعني هو زاد 6 44 88. ايوه والله. انت معاك التحاليل دي؟ انا معايا التحاليل دي. طب يبقى حطها لنا في الكومنت بعد اذنك يا نور هانم. وبعدين حصل حمل ولا لسه؟ انا